تريكا، ألا تعتقد بأن التجربة العميقة لمعظم لاعبي المنتخب المغربي في الكرة الأوروبية ربما جعلت الركراكي أكثر جرأة على تغيير أسلوب اللعب في نصف نهائي كأس العالم؟ ممكن. المدرب الكبير يا محمد هو مدرب كبير، لا ينظر كثيرا إلى المنافس، لا ينظر كثيرا إلى المنافس. هو النهاردة بص للمنافس 90% وبص لنفسه 10%. بص للمنافس 90% وبص لنفسه 10%. ميزة ان نظام اللعب اللي كان بيلعب بيه المنتخب المغربي يا محمد انه بيحد من خطورة المنافس وفي نفس الوقت بيستغل قوته. يعني انت تتفق مع كاكا في خطورة خسارة الهوية في هذه المباراة. وعشان كده ادوار حكيمي خاصة ومزراوي، هل هيبقوا 5 ولا هيبقوا 3؟ لو 5 خطأ كبير، لأن الوصول إلى مرمى لوريس سيكون أصعب. والكرات العرضية هتوصل كتير، لأن هم بيعملوا كروسات مبكرة كويس من الناحية الشمال تيو، ومن الناحية اليمين في بعض الأحيان كنت. وحاجة تانية، ال3 بتوع وسط الملعب كانوا مميزين قوي، كان مرابط وأناحي وأملاح. أنت شلت أملاح، فال2 بتوع نص الملعب هيبقوا على 3، شواميني، فوفانا، جريزمان. في زيادة عددية لوسط فرنسا. فدور زياش وبوفال هل هيخشوا كده ولا هيفضلوا كده؟ مع تعليمات للمدرب. وانا ما احبش الفرق الكبيره، انت بقيت فريق كبيره يا وليد، هو اللي يغير عشانك مش انت اللي تغير عشانه. مع احترامي لكل المنافسين، انت وصلت لنا ان احنا بنثق فيك وما زلنا نثق فيك. ان انا ما بحبش التغيير، انا ما بحبش تغيير نظام اللعب. هو ممكن يبقى قدم مباراه كبيره ويبقى ان شاء الله يكسب، بس في عامل نفسي وعامل فني. العامل النفسي انت بتدي نوعا ما رسالة. الفريق الاضعف في الكوره هو اللي بيغير عشان اللي الاقوى. انت دلوقتي 50-50، هو اللي يبص لك، ما انت ما بتبصلوش. دلوقتي المنتخب الانجليزي اتعامل مع، اقول لك يعني هو قال في المؤتمر الصحفي مفيش حاجه خاصه او خطه خاصه لكيليان. ووكر المنتخب الانجليزي افضل منتخب تعامل مع كيليان، وكان يجهز للمباريات السابقه. وبل يا محمد حد من خطورته وهاجم من ناحيته. اكتر مباريات اتهاجم على المنتخب الفرنسي كان المنتخب الانجليزي. ساكا وهندرسون كانوا الاثنين في وسط الملعب بيستغلوا المساحه اللي ما بين كيليان وتيو. فالنهارده انت خليته مش هتبقى فيه الزياده العدديه ومش هتبقى فيه المساحه، لان انت هتوقف ال5 ضد 3، ففقدت المساحه وفقدت عامل الثالث بتاع وسط الملعب اللي ممكن كان يبقى حل كبير، وهتربط قوي زياش بادوار دفاعيه. لا مش عاجبني التشاؤم اللي بتتكلم فيه. لا انا مش تشاؤم، انا قرايه ممكن ابقى غلطان. لا مش عاجبني. لا انا بقول لك قرايتي، اللغه مش عاجباني، انا متفائل. لا انا بقول لك القرايه بتاع نظام اللعب يا محمد، لان نظام اللعب مهم في البدايه. وانت ليه تغير في حاجه انت ناجح بيها والناس ما عرفتش تحلها او ما عرفتش المفاتيح بتاعه الطلاسم بتاعتك، فاهم؟ انت اون جول هدف وحيد، ليه غيرت؟ بس يوسف، مجازفه كبيره؟ هو ماشي مجازفه محمد. تتفق مع محمد في عدم حاجه اصلا التغيير؟ لا انا ما انت مع الركراكي؟ انا مع اختياراته. هقول لك الاسباب. اول شيء انت عندك قوات المنتخب الفرنسي على الاطراف. اليوم حكيمي ومزراوي اكيد راح يكون عندهم ادوار دفاعيه محمد، ما تقوليش راح ما يكونش يدافعوا. اليوم راح يلعب 5 مدافعين في الحاله الدفاعيه ويلعب 4 لاعبين في وسط الملعب. حاله واحده ممكن ما يفشلش السيستم او طريقه اللعب، لو زياش وبوفان ما يقدموش لعمق الملعب ويكون 4 لاعبين. وذكر ارسنال خطوره مشكله تقبل هدف في الشوط الاول. لا هذه من الاولويات. هذا سوء سيناريو. هذه المفروض هذه من بدايه المباراه، من بدايه البطوله. الاهم حاجه عندنا كان عند الوليد المنتخب هو عدم تقبل الاهداف. عندما لا تتقبل الاهداف بالعكس تكون عندك ثقه اكثر. اليوم حكيمي كما قلت ومزراوي عندهم الادوار الهجوميه. اليوم انت تلعب على الاطراف، عاوز تهاجم. المفروض زياش اليوم ما شاهدناش زياش. المشكله زياش واللاعب بوفال لاعبين يبقوا على الخط. اليوم يجب يدخل لعمق الملعب الى جانب النصيري. تلعب 3 لاعبين ولاعبين على الاطراف، لاعبين لازم تخلي يعني الممر الايمن والايسر لازم يدخل زياش. لو ما يدخلش زياش ووفال على عمق الملعب، يعني اسلوب طريقه اللعب ما راح تستفيد اكثر من الحكيمي والمزراوي. وبالاضافه كما قلت اليوم اليميق لانه لعب المباريات اللي دخلوها لعب دائما ب5 لاعبين في هذا اللاعب اللي انا راح اراهن عليه مره ثانيه يوسف، بوفال دائما مميز، مستوى في تحسن، ومستوى البدني في المباراه الاخيره
تقريبا كان خاصة افضل مباراه لعب حتى الدقيقه الخامسة والسبعين بشكل ممتاز. بطبيعة الحال محمد، لكن يجب أن يذهب للمرمى، يراوغ، يجب أن يبحث عن المرمى أكثر، يذهب يقصد المرمى ويكون أقرب للاعب النصيري. أحيانا يتأخر ويأخر الهجمة أحيانا في المراوغات، لا راوغ مزيان يعني تراوغ المدافع لكن اتجاه نحو المرمى دائما. النصيري اليوم كذلك، النصيري القيام الدور يقوم به اليوم. أنا في اعتقادي السيناريو هو اللي يحضر الوليد هو مفاجأة منتخب فرنسا، ويحاول تسجيل هدف مبكرا على منتخب فرنسا. هذا اعتقادي أنا، تصور. وهل هذا ممكن تسجيل هدف مبكر؟